اخواني اخواتي المتابعين والمتابعات ديالي من داخل ارض الوطن ومن خارج ارض الوطن، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله بغيت نعاود لكم على واحد الجريمه بشعه اللي معروفه حاليا وكلشي كيهضر عليها ودايره ضجه كبيره. جريمه ديال حي السباته، الجريمه اللي لقاو واحد الجثه ديال واحد الشابه مديوره في واحد الكيس ومديوره في الثلاجه. جريمه بشعه وشنعاء. كيفاش وقع، كيفاش صرا، غادي نعاود لكم. نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كيفاش اكتشفت هاد الجريمه؟ نهار 5 ابريل هاد مول الدار عيا يتسنى في هذا اللي كاري عنده، هاد الخياط اللي كاري عنده ما بقاش جا، ما بقاش يعني عطاه الاداء ديال الكرا ما حتى حاجه. مول الدار قال غادي نحل الباب، عنده السوارت، مشى حل الباب. ملي حل الباب تيلقى واحد الرائحه كريهه، بقى تيقلب فين كاينه هاد الرائحه، تيحل الثلاجه تيلقى الجثه. تخلع، ما عرف باش تبلى، اتصل بالشرطه، جات الشرطه في عين المكان، اكتشفوا هاد الجثه. كيفاش وقع، كيفاش صرا؟ هاد البنت اللي في العمر، هاد الشابه اللي في العمر ديالها 36 سنه، اللي جات من مدينه الرشيديه عند العائله ديالها وهي كتخدم في معمل ديال الخياطه. كيفاش وقع عليها؟ هاد البنت كانت في الرشيدية عايشة مع عائلتها، كان وقع عليها واحد المشكل مع واحد الشاب اللي كان واعدة بالزواج وضحك عليها وخدا الشرف ديالها، ولكن في الآخر خلف الوعد ديالو وما تزوجش بيها. وعرفوا العائلة ديالها اشنو وقع عليها وبقاو تيلوموا فيها. هذا هو السبب اللي خلاها انها تخوي هذيك البلاد ديالهم وتجي لمدينة الدار البيضاء باش تبعد من كلام الناس ومن الكلام الجارح حتى من العائلة ديالها. جات هاد الشابة تخدم، بدات في الأول وخدمات في البيوت، ومن بعد من عرفات من تدخل وتخرج لقات خدمة في معمل ديال الخياطة. بقات خدامة حتى لواحد النهار تعرفات على هاد الشاب اللي في العمر ديالو 43 سنه اللي كيخدم خياط في كازا. تعرف عليها وبقات كتخرج معاه ولكن الغلط اللي دارت انها بقات كتحكي له على ظروفها وعلى مشاكلها وعلى المشكل اللي وقع عليها، بان هذاك السيد ضحك عليها. راه هذا سبب رئيسي انه يخليه انه يستغلها. فعلا بقى معاها وبقى كيقول لها انا باغي نتزوج بيك. بقات كتمشي معاه لهذاك البيت، مره كتمشي معاه وبقات كتضغط عليه باش يجي يخطبها. فعلا جا خطبها من هذيك العائله اللي جالسه عندهم بالسباسه. قال لها صبري عليا حتى من بعد ونمشي لداركم ونتكاتبوا ونديروا كل شيء ونجيو. بقات كتمشي عنده. في الاول كانت كتمشي عنده مره شويه، ولات كتمشي كتبات عنده. بقات كتمشي عنده واحد المده طويله وهي معاه. من بعد هذوك العائله اللي جالسه عندهم هي عرفوا بان هذا السيد كيدير المخدرات وانه ماشي صالح ليها، قالوا ليها تفرقي عليه، راه كيدير المخدرات وما صالحش لك، غتعيشي في المشاكل وغتعيشي غير في الصداع. قالت لهم لا ما يمكنش، انا هو اللي نتزوج بيه. داكشي اللي كان ما سمعتش الكلام ديال العائله ديالها وبقات معاه، ولكن دائما كانت كتبقى تقول له في الوعد ديالك امتى غنتزوجوا. دائما كان بيناتهم هاد النقاشات. واحد النهار عيط ليها على اساس تجي عنده وتبات معاه. فعلا مشات عنده، جلسوا ضحكوا لعبوا، ولكن في واحد الوقيته كتبدو الهضره بقات كتقول له افلام، واش وعدتيني بالزواج ما درتي معايا حتى حاجه، حتى لينا انا نبقى معاك بحال هكا، راه حتى العائله ديالي اللي انا جالسه عندهم راه تنسمع الهضره. المهم بقاو تيهضروا. قال لها شوفي انا ما مستعدش انني نتزوج بيك وما غاديش نتزوج بيك.
البنت تصدمات بهاد الكلام، قالت له كيفاش وعدتيني وشحال وانا معاك وكنمشي ونجي عندك واستغليتيني وتمن الفلوس كنت كنعطيهم ليك. قال ليها هادشي اللي كاين، سيري يا بنت الناس دبري على راسك عيشي حياتك، انا ماشي تاع الزواج. هاد الكلام ديالو خلاها انها تبقى تغوت وتعصبت. البنت دابا تعلقت بيه ولات كتبغيه، عطاها وعود وبقات مسكينه عايشه في هذاك الوعود. وهذا خطا كبير دارته. المهم وقعوا في واحد المشادات كبيره. من بعد بقات كتغوت وكتصرخ، هو خاف هو يدفعها. ملي دفعها طاحت على واحد الحديده، طاحت وهي تجي ميته. ماتت في البلاصه. ما كاين لا طعن بالموس ولا حتى شي حاجه، ما كاينش اثار ديال الطعن. ماتت من اثار الضربه القويه اللي جاتها في راسها. ماتت. ملي ماتت هوايا خاف لا تفضح، مشى جاب واحد الكيس، شد الثلاجه، خواها من لي زيطاجير، خواها من كل شيء، ودارها وكتفها ودارها في الثلاجه، وسد الثلاجه وخلاها في الثلاجه خدامه، وحل الشرجم ديال الغرفه ومشى غبر. غبر ما بقاش كيبان. العائله ديالها راه فعلا مشاو عند البوليس وكانوا كيقلبوا عليها بانها مختفيه. دابا 5 اشهر وهي مختفيه. عاد فاش لقاوها في هاد الجريمه اللي اكتشفوها في نهار 5 ابريل، راه الروح عزيزه عند الله. هاد الشابه مشات ضحيه هي دارت غلط كبير، انها تاقت في واحد الانسان ما كتعرفوش، انها مشات معاه، دخلت معاه في علاقه غير شرعيه. هذا خطا كبير، خطا عاودت ليه على الظروف ديالها، عاودت ليه على كل شيء. يعني استغلها، عرف انها مسكينه ما عندها حد، انها باغي غير تتزوج، هو يستغلها. استغلها ماديا وجنسيا، كان كيستغلها. وفي الاخير ملي شبع منها قال لها انا ما بقيتش باغي، ما باغيش نتزوج بك. هذا خطا كبير، كبير بزاف. المهم هاد الجريمة شنعاء وصعيبة وخايبة بزاف بزاف. ولقاو هاد المجرم، شدوه في واحد الحي اللي تيقولوا ليه المكانسة. هو حاليا دابا مشدود. كنتمنى انهم يعطيوه اقصى العقوبة باش ما يبقاوش يعاودوا يتكرروا بحال هاد الجرائم. راه كاين المجرمين اللي تيقول ايوا صافي من بعد انا نقتل ونمشي، يعطيوني يحكموا عليا مؤبد، يعطيوني اعفاء، نولي في محدد ونتعلم الصنعه ونخرج. وكاين اللي كيعطيهم طريبورتور. يعني راه كاين اللي عنده عادي يمشي للحبس يدوز للحبس. لا، راه خاصها تكون عقوبه مشدده. اللي كيقتل خاصو الاعدام، اللي كيغتصب شي وليد خاصو الاعدام. هاد الجريمه، كتخليني انا ننصح بزاف تاع البنات ما تسيقوش، ما تدخلي مع حتى واحد شي علاقه غير شرعيه، ما تمشيش معاه. راه ما كاينش الراجل اللي غادي يمشي مع شي وحده وغادي يدخل معاه في علاقه غير شرعيه وغيتزوج بها. راه غير الكذوب، تيبقى يوعدوهم وتيبقاو يستغلوا في البنات وفي الاخر تيخليوهم وتيمشيو. راه ما كاينش اللي بغاك يجي لداركم. سيري خدمي على راسك، كوني راسك، ما تبقايش تفكري غير في الزواج. راه كاين شي بنات كيفكروا غير في الزواج، خاصها غير تزوج. لا، انا وصلت 36، وصلت 40، وصلت من بعد حتى النهار اللي تلقاي الانسان المناسب اللي غتقدري تعيشي معاه وتولدي معاه وليداتك، واللي يفهمك واللي يحترمك واللي يبغيك، ماشي غير اللي كان ما كتعرفي عليه حتى شي حاجه. الهدف ديالك هو الزواج. للاسف هاد البنت مشات ضحيه الصراحه انها مسكينه، ومشات عاودت لي على ظروفها، استغلها. الله ياخذ فيه الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. كنتمنى انه ياخذ اشد العقوبات، اشد عقوبه وهي الاعدام.
كنتمنى أنه ياخد عقوبة كبيرة، لأننا ولينا كنشوفوا جرائم كثيرة. غير في هاد الشهر ديال الغفران راه لا حول ولا قوة إلا بالله، راه كل نهار جريمة، كل نهار جريمة. هاد الشهر تاع الغفران ديال التسامح ديال لا حول ولا قوة إلا بالله. الصراحة كاين بزاف ما نقولو. إن شاء الله فيديو قادم ندير شي قصة جديدة إن شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش تشجعوني أنني نعطيكم أكثر وأكثر، باش تشجعوني وتحمسوني. بارطاجيو القناة، واللي كيشوف القناة أول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدير اللايك والتعاليق المحفزة اللي كتشجعني بزاف بزاف. كنتسنى آراءكم في التعاليق وشكرا لكم.